السلام عليكم يا شباب، الاخبار معاكم ميجو ده ميجو فاز فورمتك في البيت. فيديو جديد وحلقه جديده، وكالعاده قبل ما اخش في اي فيديو لازم بجد اشكركم يا جماعه من قلبي على دعمكم المتواصل ده، لان من غيركم انا ما كانش زماني بقيت هنا، وما كانش زماني اصلا هقدر اكمل ولا انزل فيديوهات. في السنه اللي فاتت انا انقطعت عن اليوتيوب بسبب ظروف يعني، وبسبب الاحباطات الكتير قوي اللي كانت حواليا، بس ان شاء الله اوعدكم السنه دي ان باذنك يا رب الوضع هيكون مختلف. فيديو النهارده طبعا هيكون معانا شويه اخبار زي العنب دي زي العسل فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل تحت الفيديو دلوقتي اشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وعايزك تقعد وتفخد وتعمل كوبايه القهوه بتاعتك او كوبايه الشاي، البس تقيل ويلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي في كومنت ويلا بينا نبتدي يا معلم. اول ستوري عندنا في الفيديو بتاع النهارده صوره للبطل لاري ويلز. كل ما يعرفش مين البطل لاري ويلز يا جماعه، البطل ده اللي هو ماشي مبدا فيها لخ فيها اللي هو بيلعب كل حاجه في اي حاجه في اي وقت ما شاء الله. دخل في البودي بيلدينج، دخل في الارم ريسلينج، بيلعب ريست، بيلعب باور ليفتنج، بيلعب كل حاجه انت ممكن تتخيلها في حياتك. ومؤخرا البطل ده بدا ينزل بوزز للبودي بيلدينج بتاع كمال الاجسام علشان هو بيفكر يرجع للبطولات بتاعته. ولكن كان في حاجه مثيره للجدل الفتره اللي فاتت ديت، وهي البايسبس بتاعته. شكل البايسبس بتاعته غريبه، تحس ان هي براسين. يعني هو عضله البايسبس اصلا راسين، بس مش بالمنظر الغريب اللي احنا شايفينه قدامنا ده، خصوصا ان عضله البايسبس الشمال مختلفه تماما عن عضله البايسبس اليمين. شويه صور كده طبعا زي ما احنا شايفين البطل يا جماعه بيشيل اوزان خرافيه، وده كان سبب في قطع البايسبس بتاعته. خلينا اوري لكم برده صوره ثانيه كده للبايسبس بتاعته، تحس ان هي بجد منظرها غريب قوي. مش هقول لك طبعا منظرها قميء او يعني مش قصدي حاجه والله، بس هي بجد منظرها غريب. وانا كاتب له كومنت فريكن ايج هي فعلا شكلها عامل زي البيضه من كتر ما عيني ما هي اتقطعت. البطل ده يعني بيقطع العضلات عنده زي السلام عليكم، وبيتعالج وبيرجع تاني ما شاء الله زي الفل. ولكن الحاجه الاساسيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها يا جماعه في قطع العضلات ان هي العضله مستحيل ترجع زي الاول تاني. ومن الواضح ان هيبقى فيه ايسيمتري او عدم تناسق في العضلات. الجزء اليمين بتاعك هيبقى مختلف تماما عن جزءك الشمال. وبما اننا بدانا نتكلم عن قطع العضلات، فطبعا ما ينفعش نتكلم من غير البطل كولوم فون ماجر او فون ماجر ايا كان. يعني البطل ده طبعا كان قطع عضلتين عنده بسبب التهور بتاعه، الكوادريسبس اليمين والبايسبس الشمال. وطبعا زي ما احنا شايفين كده قدامنا، البطل لما بيجي يتصور للاسف دايما بيحب يخبي الكوادريسبس المقطوعه، لان هي حجمها بقى صغير قوي، مبقاش فيها اي معالم خالص. والدراع الشمال بتاعه طبعا عمل فيه تاتو، كبر حجمه طبعا شويه عن قبل كده، ولكن ستيل البايسبس اليمين او دراعه اليمين طبعا مختلف تماما عن البايسبس الشمال. صوره كده كانت نازله للبطل في الهيث، واللي يعرف البطل في الهيث او عامل له فولو من زمان كان هيبقى عارف ان البطل في الهيث عمره في حياته ما كان بينزل فيزيك ابديتس، ولا كان حتى بينزل بتي شيرتس ولا بفانيلات كات ولا اي حاجه من الكلام ده. فكون ان احنا نشوفه نازل بالايس باث، الفيديو اللي هو كان نازل فيه وهو بياخد الايس باث اللي انا اتكلمت عنه، واتكلمت عن مشكله الهرنيا اللي كانت عنده اللي هي الفتاء. الفيديو ده اهو لو ما شفتوش هظهره لك على شاشه، روح شوفه، فيديو جامد جدا. البطل لسه منزل صوره ليه وهو بيعمل شوبينج وبالفانيلا الكات زي ما انتم شايفين. طبعا الكثافه العضليه اللي عنده ما شاء الله بدات ترجع جامد جدا. متوقعين ان هو يرجع مش في الارنولد كلاسيك 2023، ممكن نقول في ارنولد كلاسيك 2024 ومستر اولمبيا 2024. اكتب لي رايك في الكومنتس، هل البطل ده يقدر يرجع ولا خلاص كده راحت عليه. نكمل بقى يا جماعه. البطل الالماني ذا ميركل بير او يورز كالسينسكي. البطل ده بصوا بقى في الفيديو اللي قدامنا ده، البطل اللي يقول لي كام كيلو فرق في الترانسفورميشن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الجميل في الموضوع ده يا جماعه ان الناس كاتبه حتى في الكومنتس يا جماعه، المخيف في الموضوع ان البطل ده صغير لسه جدا في السن. اي ثينك ان هو 23 سنه. لو 23 سنه اكتب لي في الكومنتس برضه 23 سنه ولا كام سنه بالظبط. بس هو بجد لسه صغير جدا ولسه قدامه العمر، ربنا يديله الصحه يعني. ومن الواضح ان هو لسه بادئ في موضوع الاستيرويد. هو كان من الواضح ان هو هنا طبعا كان طبيعي، ولكن الفرق الترانزيشن الكبيره قوي دي تقريبا كانت في سنه او سنه ونص حاجه زي كده يعني. فبدا يشعر او بدا ياخد استيرويد. فاعتقد ان البطل ده هيعدي الفلنكات يتقل عليه بس شويه. وانا بجهز للفيديو ده لقيت البطل ايرين بانكس حرفيا 5 دقايق لسه منزل فيزيك ابديت. طبعا فاضل 5 اسابيع يا جماعه عن الارنولد كلاسيك. الفيزيك ابديت زي ما انتم شايفين قدامكم، حاسه فلات شويه، العضلات مش فل
زي ما هو بيبقى طول عمره فل. اعتقد ان هو لو كارب طبعا جدا في الوقت اللي هو فيه، علشان كده تحس ان العضلات بتاعته ديبليتد، محتاج ياخد هاي كارب داي او يوم عالي النشويات عشان العضلات اللي عنده تجيت بومب او تجيت فولر او تبان يعني اكبر وانشف. هو طبعا ناشف جدا ولكن تحس ان العضلات بتاعته ممسوحه شويه. دي بمجرد بس النظر كده بالخبره من التدريب الكتير، ولما بتدرب كلاينتس كتير. الحمد لله انا مرنت فوق ال1000 كلاينت بليف ات اور نوت يعني، فبقى عندي نظره كده اللي هو بص اقول لك ده ديبليتد، ده ماشي كارب سايكلينج، ده نسبه دهون كذا وهكذا يعني. فاعتقد ان البطل ده ناولها جامد قوي السنه دي يا جماعه في الارنولد كلاسيك 2023. اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الابطال اللي داخلين معاه، بس ما اعتقدش ان ممكن حد ياخد منه اللقب بتاع الارنولد كلاسيك. حتى اللي معانا بقى دي يا جماعه بطلين، البطلين دول طبيعيين، وحط 1000 خط تحت كلمه طبيعيين. واحد منهم انا مقتنع ان هو طبيعي، والتاني انا بقول ان هو لا يمكن. there is no freaking way. برضه حابب اسمع رايك في الكومنتس. اول بطل اللي هو ماكس موريلو. ماكس موريلو ده بطل طبيعي يا جماعه ما شاء الله، كمية عضلات غير طبيعية. ولكن انت لو بصيت في الصور بتاعته وعندك عين ثاقبة هتقول ان البطل ده البطل ده طبيعي. البطل ده لايف تايم ناتشورال برو اثليت، لايف تايم، عمره ما خد ربع ابرة. وطبعا قبل اي بطولة بيتحلل له، على عكس البطولات التانية بقى. البطولات اللي هي الكبيرة قوي دي ممكن اقول لك ايه بيبقى فيها لعبة من تحت لتحت، ولكن البطولات الناتشورال ديت زي مثلا WMBF والحاجات زي دي بيتحلل لكل اللعيبه. مش هقول لك حتى بيتاخدوا راندم اللي هو عشوائي، لا بيتحلل لكل اللعيبه. البطل ده طبيعي 100%، وصل لكثافه عضليه رهيبه جدا زي حد مصري كلنا عارفينه، حبيبي واخويا هشام مرجوشي. هشام يا جماعه طبيعي على فكره بليف اور نوت برضه، عشان في ناس كتير قوي لما كنت بقول ان هشام طبيعي يا جماعه من الناس الطبيعيه كنت بتشتم جامد قوي، ما اعرفش ليه، محسسني ان انا مثلا انا اللي بقول عن نفسي ان انا مش طبيعي وانا طبيعي. هو بيبقى فيه طفرات كده يا جماعه. روني كولمان في سن 26 سنه لما كان بطل كمال اجسام وكان واخد البرو كارد بتاعه كان طبيعي، ما كانش لسه خد ولا حقنه ولا منشطات ولا اي حاجه من الكلام ده. ففي ناس كده سبحان الله الطفرات بتاعتهم بتبقى غيرنا تماما. البطل بقى اللي جاي ان انا مش مقتنع بيه، ده البطل برضو ماكس، وهو عامل تان وهو لابس الشورت بتاع المينز فيزيك، طبعا كثافه عضليه جامده قوي زي ما انتم شايفين قدامكم ما شاء الله. البطل بقى اللي انا مش مقتنع بيه تماما جوشوا بليز. البطل ده بيزعم ان هو طبيعي وبيزعم ان هو كل البطولات اللي دخلها طبيعي. طب انا مش عارف ازاي بصراحه يعني. قول لي انت الكثافه العضليه، طبعا هو الحزام اللي هو لابسه ده علشان يثبت البايسبس بتاعته، علشان يعمل لها ايسوليشن او عزل يعني، فهي بتبان ان هي كبيره قوي عشان بيبقى مبططها. ولكن بص بس ده كان في انترفيو هنا كانوا معايا كانوا بيسالوه بص يا عم، بص بيقول لك بص يا عم ادي اهو دي I refuse only to show the final product. الجسم ده طبيعي، التنشيف ايه ده؟ تصدق الجلوتس عنده تعبانه مله، يا نهار ازرق والله العظيم يا جماعه. انا اول مره اشوف الفيديو ده معاكم دلوقتي. الجزء الابر بادي ايه ده؟ ظهره تعبان فشخ. انتوا واخدين بالكم يا جماعه من على الستيج عامل ازاي والفيديو ده هنا عامل ازاي؟ واخدين بالكم الفرق عامل ازاي؟ انا غيرت وجهه نظري حاليا قسما بالله حاليا. انا كنت لسه طالع في الفيديو وانا بحضر بقول ازاي، بس ما كنتش شفت الفيديو اللي انا بوريه لكم ده. شيء غريب جدا. هتكلم معاكم بقى عن حد كلكم عارفينه وكلكم بتحبوه، ولكن الفتره اللي فاتت ممكن اقول لك ان هو اختفى من وسائل التواصل الاجتماعي بعد التسريب الاخير ليه ان هو مش طبيعي، وهو البطل جيف سايد او جيف سيد. البطل ده كان 18 سنه، اصغر IFBB برو تقريبا في امريكا كلها، عمل ضجه كبيره جدا. ولكن للاسف بعد لما خد البرو كارد بتاعه الكيرف بتاعه بقى في النازل وحياتي بقت مهازل. والله يا جماعه البطل ده من وهو 18 سنه كان تقريبا نفس الفيزيك اللي هو عنده دلوقتي ده. فور سام ريزن معرفش بقى مشاكل نفسيه ولا ايه اللي حصل للبطل جيف سايد، اختفى تماما حتى من وسائل التواصل الاجتماعي وبدا يرجع دلوقتي. انا اعتقد ان هي ممكن تكون مشاكل نفسيه، لان البطل او معظم الناس اللي بتوصل لمرحله شديده قوي في سن صغير بيهكروا اللعبه بدري يعني، بتلاقيهم دخلوا في سكه الدبريشن والاكتئاب، الفلوس الكتيره اللي هو يقدر يشتري اي حاجه. فانا ممكن اقول لك ان جيف سايد واحد منهم كان من اقوى الفورم الطبيعيه اللي كانت في وجهه نظري لحد ما تسرب له السايكل بتاعته زي ما تسربت برده لليفر كينج، وكانت صدمه العمر ان هو بيضرب تريمبلون وبيضرب حاجات يا جماعه الدوسجز او الجرعات بتاعتها كبيره قوي.
فمن هنا ورايح بطلت اثق في اي حد يقول لك ان انا طبيعي ولا طبيعي يكسب ولا اي حاجه من الكلام ده. بس هشام مرجوش يا جماعه طبيعي. هشام ده على فكره انا اعرفه من ايام ما كنت عيل صغير، يعني انا اكبر منه شويه، انا اكبر منه تقريبا بسنه على ما اتذكر. بس والله يا جماعه طبيعي، بحلف لكم بالله انا اعرفه من زمان جدا. البطل سيث فيروس كان نزل فيزيك ابديت، والبطل ده يا جماعه كان بطل 212 في سنه من السنين، مش متذكر سنه كام، وطبعا كميه عضلات غير طبيعيه. كان بدا يتعب بسبب المنشطات والجرعات بتاعتها، خلف وبعد كده قال لك انا هعتزل بليف نوت. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده طبيعي 100% بدون منشطات. نزل الفيزيك ابديت ده، لقينا مين بقى؟ عمنا كاتب او شيت تايم تو جيت ذا باند باك توجذر. يعني بدا بقى ايه يكتب له، بقول لك ايه احنا شكلنا عايزين نرجع على المسرح تاني. فرد عليه، مش فاكر رد عليه ولا ما ردش عليه، رد عليه فين، استنوا كده، فاكر ان هو رد عليه والله. هو رد عليه let's go I'm ready to puke from training arms again، لان هم كانوا بيتمرنوا مع بعض. وطبعا هاني رامبو انتوا عارفين التكنيكس بتاعته عامله ازاي، ممكن يخليك حرفيا ترجع في التمرين من شده التمرين او الانتنسيتي بتاعته. فالبطل يا جماعه سيث فيروس اعتقد ان هو يرجع للمسرح تاني. تخيلوا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده طبيعي 100% بدون منشطات. هو طبعا وزنه كان الضعف، وزنه لما كان بيضرب كان الضعف، ودلوقتي هو طبيعي 100%. الشخص بقى اللي متحمس له جدا، او البطل اللي انا متحمس له جدا ان هو هيرجع ان شاء الله وهيشارك في الارنولد كلاسيك اللي جايه، اللي ربنا يستر فيها بجد يا جماعه من كميه الابطال المشاركين فيها، البطل باتريك مور. البطل باتريك مور ده من اكتر الناس اللي انا بقول عليهم ده راجل كلاسيك فيزيك يا معلم. طلع بشويه عضلات جامده قوي، حافظ على وسطه الرفيع الرهيب، ودخل في الاوبن ديفيجن بادي بيلدينج. يعني انتوا شايفينه من ورا عامله ازاي. تعالوا بقى اوري لكم السكس باكس بتاعته عامله ازاي. بصوا يا جماعه السايد ترايسب، انا عايز اوري لكم بس فيديو ليه كده وهو واقف من قدام عشان اوري لكم بس منطقه البطن عنده او الميد سكشن عامله ازاي. طبعا هو كان واخد سنه كامله اوف علشان يجين سايز، لان كان كل الكريتيكس اللي كانت بتجيله في المستر اولمبيا اني عضلاته محتاجه تزيد شويه علشان يخش في معركه مع الابطال. بصوا يا جماعه العرض الفردي بتاعه عامل ازاي. طبعا ده كان متصور من تلفزيون. ايه ده؟ بصوا يا جماعه، بصوا الفاكيوم بوز. يعني مات الكلام والله. باتريك مور عظيم ومن اكتر اللعيبه اللي انا بعشقهم بجد في مجال كمال الاجسام. انا مش عارف ايه التصوير العره ده، بس يعني البطل باتريك مور بيتكلم عن نفسه. سنه كامله وهو اوف وداخل الارنولد كلاسيك كمان كام اسبوع. ربنا يستر ويعدي الفتره على خير. بص بقى، عايزك تقعد دلوقتي كده وتفخد، لو لسه ما فخدتش، لو لسه مش عامل كوبايه الشاي او كوبايه القهوه بتاعتك اعملها، عشان القصه اللي جايه اللي هنختم بيها الفيديو دي قصه رهيبه. كلنا عارفين البطل ايدي هول ده يا جماعه وورلد تشامبيون، فاقوى راجل في العالم سنه 2017، بيرفعوا اوزان خزعبليه وخرافيه. البطل ده تقريبا اولموست 300 باوند، والبطل ده هيدخل كمال اجسام في نهايه 2024 بدا تجهيزات، وبيتكلم مع المدربين بتوعه. بص شكله عامل ازاي، بيقول لك انا وزني مش عاجبني، انا عايز اعمل بالك كده صغير، اطلع لي مثلا 100 باوند كمان، 100 باوند على 300 يبقى 400، بعد كده انشف. تنشف على ايه يا عم؟ تنشف على ايه وتضخم على ايه؟ الله يخرب بيتك. انت شايف انت عامل ازاي؟ البطل ده بقى يا جماعه نزل له فيديو يوتيوب من حوالي شهر كسر المليون مشاهده. البطل ده كان بيعمل ايه؟ البطل ده من كثره الغنى الفاحش بتاعه عنده دبابه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، عنده دبابه في البيت بتاعه وبينزل يتمشى بيها في الشارع. فاللي حصل كده في عجاله سريعه ان هو كان رايح الجيم، فقال لك ايه انا مش عايز اخد العربيه بتاعتي، انا عايز اخد الدبابه. المهم خد الدبابه بتاعته وهو ماشي على الطريق، ففي عربيه زي ما انتم شايفين كده وقفت قدامه واداله الصبع المتين. فطبعا انت ازاي بقى تقف قدامه وتديني الصبع المتين؟ قام عمل ايه؟ قام ركب على العربيه بالدبابه بتاعته فشخاله. وبعد كده البوليس هرب طبعا وراح البيت عنده. البوليس جاله وقبض عليه. انا مش عارف يعني كميه الغنى الفاحش اللي تخليك تعمل حاجه زي كده، وايه التمبر الرهيب اللي يخليك برضو حد يكسر عليك او يقف قدامك بالعربيه ويعمل لك كده فيخليك تتجنن وتطلع وراه على الجيم، وبعد كده تقعد تتكلم معاه بالنص ساعه الا ان انت فاضي، او ان الهرمونات اللي انت بتاخدها دي جننتك حرفيا في اعصابك. ويوقف الدبابه ويظبطها
ويطلع على العربيه بتاعته. مش متخيل الليفل بتاع الدماغ بتاعته. يعني هو طلع على العربيه مرتين على فكره، مش مره واحده. هو اول مره طلع عليها فما حصلش دامج كبير، فقال لك اما اطلع عليها ايه، نهار ازرق. طبعا كان في شهود اعيان، وانا مش عارف بصراحه الدبابه بيبقى ليها رقم ولا لا بس هم البوليس تتبعوا وجابوه، والهاند كافس اللي كانوا بيحطوها في ايديه تقريبا ما كانتش، كانوا عايزين يحطوا له الهاند كافس ورا ظهره، بس منه هو ضخم جدا فما عرفوش يحطوها له يعني، وفي الاخر قبضوا عليه وخدوه على الستيشن. بس ده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. لو وصلت لحد هنا بعد اذنك انزل ادعمني بلايك وشير كومنت، اي حاجه، كمل قلب الحاجات الجميله اللي انتوا بتعملوها دي. شكرا بجد يا جماعه من قلبي لكل الدعم بتاعكم، وان شاء الله بيكم نفضل مكملين لل 100,000 متابع اخر السنه دي ان شاء الله بدون انقطاع. اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.